البنات اللي كيتشكاو من وليداتهم كيقول لك حركيين بزاف كيطيروا، ماشي بحال الوليدات الناس الاخرين. انا كنشوف ناس اخرين كذا 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 كذا، غنقول لك اختي راه مناش هادشي، راه من جوج الحوايج. اول حاجه واللي هي اهم حاجه واللي ديما كنركز لكم عليها واللي هي يا اختي كتبدل كل شيء، واللي هو النظام الغذائي. اي اختي النظام الغذائي، واش كتضلي تشري له فطره بميروندينا ورايبي، في العشيه ثاني مدي معاه ميروندينا ورايبي، في الصباح ثاني هكاك داناب ثاني. مهم انا ماشي ضد ديك الماكله، ولكن واش غادا تزيد به قدام داك الوليد ولا ديك البنيته؟ هذاك الشيء اختي راه مضره بيمو. انا ماشي كنقول لك ما ديري له كاب كيك في الدار، يدي معاه، ديري كيكه كبيره وقطع عليه الطرف ويدي معاه ليمونه ولا بنانه ولا تفاحه، فهمتيني اختي؟ وهاد وليداتك اللي كانوا هكا حركيين داكشي عليك اختي. البنان راه سبحان الله يا اختي كيثبت الوليدات، ما كيخليهمش يبقاو يترطاو وينقزوا هنا وينقزوا هنا. ووليداتك اللي كانوا هكا الا كنتي انت ندير عليهم نظام مزيان كياكلوا ماكله الدار وهما حركيين، راه ماشي فيهم المشكل، راه هادوك هما الوليدات النورمال، هادوك هما الوليدات العاديين. اما الا شفتي ولدك ولا بنتك غا جالسين وما كيتحركوا ما كيلعبوا ما والو، راه كاين شي مشكل تماك. اما الوليدات العاديين ضروري خصهم يتحركوا كدا، ماشي ثاني فوق من القياس ولا يني بعدا، فهمتيني؟ ولكن البنان انا ننصحك اختي بالبنان. شي ولدك اعطيه البنان يديه معاه في الكوت احسن حاجه. علاش؟ حيت البنان اختي كيهدنو وكيخليه ما يبقاش حركي بزاف، وفي نفس الوقت حاجه زوينه ومفيده.